قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك كالعسل وسبسكرايبك الجامد، ولو ما اتفرجتش على الأجزاء اللي فاتت من المسلسل ده فيا ريت ترجع تشوفهم على القناة، وهتلاقي لينك الأجزاء اللي فاتت موجودة تحت في الوصف وفي أول تعليق. صلي على النبي ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الموسم الجديد مع مارك اللي بنشوف إنه اختلف تماما عن زمان، لأن كل اللي عدى بيه خلاه شخص حزين وحازم ومبقاش عنده أي مشكلة إنه يقتل الأشرار في سبيل إنه ينقذ الكوكب، على عكس ما كان بيعمل زمان. وبنشوف مارك حاليا في أكتر من مهمة بيقوم بيها بنفسه. وللعلم المهمات مش تبع سيسل ولا تبع الحكومة، لأن مارك مبقاش يشتغل مع سيسل نهائي بعد الموسم اللي فات واللي سيسل عمله فيه لما سيسل كان هيقتله عشان خاف إنه يتحول ويبقى زي أبوه نولان. ومن وقتها ومارك ما بيشتغلش معاه، بل المفروض إن مارك أسس شركة كده وبيشتغل فيها هو وإيف، وفي ناس كتير بيطلبوه عشان يقوم بمهمات مقابل فلوس. المهم إن حاليا بنشوف إن مارك بعد ما خلص مهمة كده بيرجع لبيته عشان يرتاح شوية، لكنه مش بيلحق يرتاح نهائي، وبيلاقي إيف بتبعت له إن في مهمة جديدة لأن في أشرار خارقين بيهاجموا مكان معين ولازم يروح يدافع عنه. في الوقت ده بيروح مارك لأخوه أوليفر اللي بنشوف إنه كبر شوية عن الأول، وبيطلب مارك حاليا من أوليفر يجي معاه المهمة دي، بس أوليفر بيرفض لأن خلاص تعب من كتر المهمات، ده غير إن الأشرار مش بينتهوا أبدا مهما عملوا ومهما حاربوهم. في الوقت ده بيتضايق مارك من كلام أخوه أوليفر وبيفضل يشجعه عشان يجي معاه المهمة دي، لكن أوليفر بيرفض برضه فبيتخانقوا سوا، بس بتيجي ديبي وبتهديهم فبيسيبهم مارك وبيمشي. في نفس الوقت ده بقى بنشوف سيسيل بيروح لروبوت ومونستر جيل وبلاك سيمسون وولت بروف وبيطلب منهم انهم يرجعوا وينضموا من جديد لفريق حراس الارض، لان بالمناسبة روبوت والكل سابوا الفريق بعد اللي سيسيل عمله مع مارك، لكن سيسيل دلوقتي بيقدر يقنعهم انه اتغير وانه استحالة يفكر يأذي حد فيهم زي ما عمل قبل كده مع مارك. وساعتها بس بيوافقوا روبوت والكل انهم ينضموا من جديد لفريق حراس الارض، وبيعرفهم سيسيل ان حاليا الفريق اصبح ليه قائد جديد غير روبوت، قائد كده عبارة عن بطل خارق عجوز وقديم وعنده خبرة كبيرة اسمه بريت. وبيعترض روبوت على الكلام ده وبيكون عايز يرجع القائد زي زمان، لكن سيسيل بيعرفه ان خلاص الامر نفذ وبريت هيكون هو القائد، ولازم الكل واولهم روبوت يسمعوا كلامه. فبيوافق روبوت على امر سيسيل وهو مضطر ومش عاجبه الوضع ده. على الناحية التانية وفي نفس الوقت ده بنشوف ان مارك بيروح لمكان كده عشان يهاجم شرير خارق ظهر فجأة في المكان ده، وبيجي الشرير الخارق ده لمارك واللي بيكون عبارة عن ديناصور أحمر وقوي جدا. وبيكون الديناصور ده عنده آراء غريبة كده زي إنه عايز يدمر العالم كله لأنه شايف إن ده الحل الوحيد لإنقاذ البشرية. وبيتغاظ مارك من كلام الديناصور ده فبيفضل يتقاتل معاه بمنتهى القوة والعنف لحد ما فجأة بيختفي الديناصور وبيتحول لشاب عادي خالص، وبيمسك مارك الشاب العادي ده بعنف وبيسأله الديناصور راح فين. فبيعرفوا الشاب ده ان الديناصور بيسيطر عليه بدون إرادة منه وانه ملوش ذنب في كل اللي عمله ده. ورغم كده بيكون مارك شايف ان المفروض يقتل الشاب ده عشان ما يتحولش لديناصور تاني ويأذي اي حد. وبيكون مارك فعلا خلاص هيقتله، لكن قبل ما يعمل كده بيوصل روبوت وفريق حراس الارض وبيتصدموا من اللي مارك بيعمله وبيوقفوه طبعا، فبيسيب مارك الشاب ده عشان يقبضوا عليه وبيسيب المكان كله وبيمشي. بيروح مارك وبياخد إيف والاتنين بيزوروا بيتسي وآدم أمه وأبو إيف، وبيكون آدم مش بيحب مارك ولا كل الأبطال الخارقين، عشان كده بيفضل طول القعدة يلقح على مارك وإن هو وأبوه لما كانوا بيتعاركوا قبل كده دمروا مدينة شيكاغو بالكامل، واتدمر في الموضوع ده شغل ناس كتير زي شغل آدم نفسه لما اتحرق المطعم بتاعه في المعركة دي. وطبعا بيتضايق مارك من الكلام ده جدا، ولكنه مش بيقدر يرد على آدم، وبتفضل بس إيف تطلب من آدم إنه يبطل اللي بيعمله ده فبيوافق آدم، لكنه ما بيسكتش وبيطلب من مارك يجي بره البيت عشان عايز يتكلم معاه. فبيوافق مارك وبيروح فعلا مع آدم بره البيت، وساعتها اتكلم آدم مع مارك وعرفه إنه شخص مؤذي وأي حد هيقرب منه هيأذيه. وبيعرفوا آدم إنه لو بيحب بنته إيف زي ما بيقول فعلا لازم يبعد عنها عشان يحميها. فبيتضايق مارك من كلام آدم وما بيردش عليه. بعدها بيروح مارك لإيف اللي بتستخدم قوتها في تسخير الطاقة وبتعمل لمارك كوباية قهوة من العدم، بس لما بيشرب مارك الكوباية دي
بيحس طعمها غريب. وقتها بتقول له إيف إنها مش قادرة تتحكم في قوتها، وواضح كده إن في حاجة غريبة بتحصل لها. فبيعدي مارك الموقف، لكن يا صديقي مش عايزك انت تعدي الموقف، وخليك فاكر الموضوع ده لقدام. في نفس اليوم ده بقى بالليل بنشوف ست فضائية كده هنسميها الإمبراطورة. والإمبراطورة دي يا صديقي بتوصل لكوكب الأرض، وبنعرف إنها وصلت لكوكب الأرض بالتحديد عشان اكتشفت إن في طاقة كهربائية كبيرة جدا، فعايزة تسحب الطاقة دي كلها باستخدام الصولجان اللي معاها عشان تروح وتدي الطاقة دي لشعبها اللي خلاص بيموت بسبب قلة الطاقة. وأول ما بتوصل الإمبراطورة دي للأرض، هنا بقى بتبدأ تستشعر مصدر الطاقة الكبيرة دي فين، لحد ما بتقدر تعرف إنه خارج من واحدة من شركات الكهرباء. فبتروح على الشركة دي وبتهاجمها عشان تاخد كل الطاقة اللي فيها. تاني يوم بنشوف إن مارك بيصحى من النوم وبيتكلم مع أخوه أوليفر وبيصالحه وبيقول له ما تزعلش مني يا ملون أنت. ايه هو ما قالش كده، بس انا بقولها من نفسي لان انا كان نفسي يقول كده عشان خاطر سبق واتخانق معاه. وبعد شويه بيقعدوا مارك واوليفر وامهم ديبي وخطيبها بول، وبعد حبه صغيرين بتجيلهم كمان ايف اللي بتعرف مارك ان في هجوم حصل على شركه الكهرباء ولازم يروحوا على هناك. فبيوافق مارك فعلا وبياخد ايف وبيطيروا على هناك باقصى سرعه. اما بقى اوليفر فبياخد اجازه النهارده من المهمات، وبيروح هو وامه ديبي لعند ارت صانع البدل للابطال الخارقين، وبيخلوه يصنع بدلة جديدة لأوليفر، وبيكون أوليفر سعيد جدا جدا بيها. في نفس الوقت ده بقى بيروح مارك وإيف لشركة الكهرباء، وهناك بيواجهوا الإمبراطورة اللي بتكون قوية جدا جدا وبتفضل تضرب فيهم وهم يضربوا فيها وهكذا يمين وشمال. وبتقدر كمان الإمبراطورة تضرب مارك وتحدفه لبعيد، وساعتها بتتغاظ إيف وبتيجي عشان تواجه الإمبراطورة. وهنا بقى بتحصل الكارثة، لأن إيف بتلاقي إنها مش قادرة تستخدم قوتها نهائيا وكأنها فقدت قواها بالكامل. وساعتها بقى بتكون الإمبراطورة هتقتلها، لكن على آخر لحظة بيجي مارك وبيقدر يهزم الإمبراطورة وبينتهي خطرها. وبعد اللي حصل ده بترجع إيف لبيتها وهي زعلانة ومش عارفة لسه قوتها هترجع لها إمتى. في نفس الوقت ده يا صديقي ولكن في محطة المترو بنشوف إن كائنات السكويد بدأت تسيطر على بشر كتير جدا. ولو انت مش فاكر مين هي كائنات السكويد، فدي كائنات طفيلية وصلت للأرض مع بعثة فضائية وارتبطوا برائد فضاء اسمه راس، وحاليا بقى بدأوا يرتبطوا بالبشر في كل مكان عشان يغزوا الأرض بالكامل. لكن طبعا الأخبار دي بتوصل لحراس الأرض، وعلى طول يا صديقي بيروحوا على المكان اللي فيه السكويد سيطروا على البشر، وبيعملوا في المكان ده قبة كده من الطاقة عشان يمنعوا السكويد وأي من البشر مرتبط بيهم إنهم ينتشروا وينشروا الفيروس بتاعهم أكتر وأكتر. وبتكون المهمة باختصار كالآتي: المفروض الكل حاليا يفصلوا السكويد عن البشر اللي تم التحكم فيهم، بعدها يضربوا البشر دول بطلقة كده بتنقلهم آنيا بره القبة، والمفروض يعملوا كده لحد ما ينقذوا كل البشر اللي هنا. وفي النهاية يفصلوا السكويد عن رائد الفضاء راس، وبالشكل ده هيقضوا عليهم بالكامل. وبالفعل بيوصل بريت وروبوت ومونستر جيرل وبلاك سيمسون وولت بروف وكمان راس المريخي لو تفتكروه، وبيبدأوا بقى ينفذوا مهمتهم. بس المهمة بتكون صعبة قوي وعدد البشر اللي مرتبط بيهم السكويد كبير جدا، وبيكون روبوت شاكك ان في بشر تانيين تحت الارض في نظام الصرف السكويد مسيطرين عليهم، وعشان كده بيتجاهل روبوت اوامر بريت وبينزل تحت الارض، وفعلا بيلاقي السكويد مسيطرين على بشر كتير هناك. فبيبدأ بقى يحررهم، وبيوصل كمان مارك بعد ما سيسي يكلمه وبيبدأ يساعد الكل، وبيفضلوا يفصلوا السكويد عن البشر لحد ما في النهاية بيقدر مارك يمسك رائد الفضاء اللي اسمه راس. وبدل ما يفصل السكويد عنه، مارك بيختار انه يقتل راس خالص عشان يضمن ان السكويد ما يرتبطوش بيه تاني. وبكده مارك يكون نهى الخطر ده تماما. ولكن كل اللي حضروا اللي عمله مارك ده بيأكد لهم حاليا ان مارك اتغير وما بقاش عنده مشكلة في القتل عشان ينقذ الكوكب. وطبعا ده مؤشر خطر بيقول ان مارك ممكن يتغير ويبقى زي ابوه نولان في اي لحظة. لكن الشيء المهم دلوقتي ان خطر السكويد خلاص انتهى بالشكل ده الحمد لله. على الجانب الاخر بقى يا صديقي بنشوف ان كونكويست لسه محبوس زي ما هو في الآلة اللي سيسي حبسه فيها، وكان مفكر ان كونكويست مش هيقدر يهرب منها ابدا. لكن كونكويست بيقدر يهرب منها حاليا وسط صدمة من سيسل، ولسه ما نعرفش كونكويست المجنون ده ناوي يعمل ايه، بس هنعرف بعدين. دلوقتي بقى يا صديقي عايزك تسيب كل ده وترجع معايا للماضي. تعالى بس قرب قرب تعالى معايا شوية. ليه بقى؟
عشان نشوف حاجات مهمة جدا بخصوص الفيلتروم. فبالتالي بنكون حاليا على كوكب الفيلتروم وبنشوف نولان وهو شاب وبيعلم مجموعة من الأطفال القتال. وأثناء بقى ما كان نولان بيعلم الأطفال، فجأة بيجيله أبوه وأمه اللي هم أصلا من الفيلتروم وبيعرفوه إن النهاردة يوم بلوغه، اليوم اللي هيتحول فيه لراجل. وطبعا اليوم ده طقوسه مختلفة تماما عند الفيلتروم، لأن حاليا بيبدأوا بقى أبو وأم نولان يهاجموا نولان بكل الطرق، وهو دوره إنه يقاتلهم ويثبت إنه يستحق يكون راجل فعلا وواحد من محاربين الفيلتروم، أو يموت في صمت لأنه شخص ضعيف. وده يورينا مدى قسوة العرق ده. المهم إن نولان بيفضل يتقاتل مع أبوه وأمه بمنتهى القوة والدموية، وفي النهاية بيوقف أبو نولان القتال ده لأنه شاف إن نولان فعلا راجل وقد القتال. بعد اللي حصل ده بيروح نولان للجنرال اللي كان بيدربه على القتال في الوقت ده. لكن فجأة بقى يا صديقي، وقبل ما نولان يتدرب حتى، بيبدأوا كتير من الطلاب اللي حواليه يموتوا. ومش الطلاب بس، لا ده كتير من الفيلتروم بيبدأوا يموتوا بشكل مش مفهوم. وبيكتشفوا بعد كده إن في حد نشر فيروس بيقتل شعب الفيلتروم عن طريق إنه بيسيب الجهاز العصبي المركزي بتاعهم وبيخليهم ينزفوا لحد الموت. وطبعا انتشار الفيروس ده اتسبب في موت ناس كتير جدا من الفيلتروم. وفي يوم بنشوف الامبراطور كريج زعيم الفيلتروم بيروح يقابل الواصي الاكبر اللي اسمه سراج. وسراج ده بقى يا صديقي في منصب اعلى من الامبراطور كريج، وكل الفيلتروم تحت امره بما فيهم الامبراطور كريج. بمعنى تاني تقدر تقول كريج يبقى النائب بتاعه. وسراج بالمناسبة يعتبر أقوى واحد في الفيلتروم كلهم، أقوى حتى من نولان. المهم إن حاليا كريج بيعرف القائد سراج إن الفيروس قتل المئات منهم، لكن سراج مش بيشوف إن دي مصيبة، وبيعرف كريج والكل إن اللي عمل الفيروس ده خلصهم من الناس الضعيفة اللي في وسطهم، والمفروض إنهم يتقاتلوا سوا ويقتلوا باقي الناس الضعيفة اللي عندهم عشان ما يتبقاش إلا الأقوياء. الصراحة أنا شايف إن المفهوم ده غلط خالص، حتى يعني كان أخد حاجة منهم كان نفعته ولا حاجة، بدل ما هم حاليا بيجوا 50 واحد وبس. بعدها بيبدأوا يحتلوا الكواكب اللي في المجرة كلها زي ما كان الوصي الأكبر اللي قبل سراج واللي اسمه أرجل كان عايزه. وللعلم أرجل هو شخص محوري في حياة القائد سراج، لدرجة إن ده الوحيد من الفيلتروم اللي سراج عمل ليه تمثال ومحتفظ بالجمجمة بتاعته، وحالف إنه يقتل الشخص اللي قتل أرجل، واللي هنعرف هو مين بالظبط ولكن قدام. واللي الصراحة أنا متوقع واحد بس كده، بس يعني هنعرف مين هو. المهم بقى إن بعد اللي أمر بيه سراج بدأوا الفيلتروم يقتلوا في بعض، وفي النهاية ما تبقاش من الفيلتروم إلا 50 واحد بس، وكلهم أقوى من بعض، وكان منهم نولان طبعا. وبعدها انتشروا كل الفيلتروم الباقيين في أنحاء المجرة عشان يحتلوا الكواكب المختلفة ويخضعوها لحكم الفيلتروم. وكان دور نولان إنه يروح على كوكب الأرض زي ما حصل. وبس يا سيدي، بتنتهي ذكريات الماضي على كده، وبنشوف حاليا نولان وهو قاعد مع ألان وبيحكي له كل ده. وبيعرف نولان ألان إنهم لما انتشروا في أرجاء المجرة ما كانش هدفهم بس احتلال الكواكب، بل كان هدفهم إنهم يدوروا على ستات صالحة للزواج في الكواكب المختلفة دي ويتجوزوهم ويخلفوا منهم فيلتروم عشان يعيدوا بناء الشعب اللي انهار ده. وده يفسر ليه نولان لما نزل على الأرض اتجوز ديبي وخلف منها مارك. وبيقول نولان إن مارك هو أقرب حد للفيلتروم، عشان كده تعتبر التجربة بتاعت نولان في الأرض هي التجربة الناجحة الوحيدة وسط زمايله من الفيلتروم اللي راحوا لكواكب تانية. وده كله كان سبب إن الفيلتروم يهتموا بكوكب الأرض بشكل خاص، لأنهم مش شايفينه مجرد كوكب ممكن يحتلوه، بل شايفينه كمان فرصة لإعادة بناء شعب الفيلتروم. بعد كده يا صديقي بياخد ألان نولان وبيروحوا سوا لكوكب تاليكسيا، الكوكب اللي فيه تحالف الكواكب وفيه مقر ساديوس قائد تحالف الكواكب. المهم انهم بمجرد وصولهم بيروح ألان يقابل مراته حبيبته تيليا، اللي اول ما بتشوف نولان بتتصدم وبتضرب عليه لانها فاكراه من الفيلتروم وجاي يأذيهم. بس الحمد لله ألان بيوقفها وبياخد بعد كده نولان عشان يعرفوا على ساديوس قائد التحالف. واثناء ما كانوا داخلين على ساديوس بيعدوا كده على 2 موظفين فضائيين قاعدين على باب مكتب ساديوس. وخليك بقى يا صديقي فاكر الاتنين الفضائيين دول لانهم مهمين جدا قدام. في كل الاحوال بيدخل حاليا نولان وبيقابل ساديوس وبيتصدم ان ساديوس من الفيلتروم، وبيكون مستغرب انه ما سمعش عنه قبل كده. فبيعرفوا ساديوس انه سمع عنه، ولكن سمع عنه باسم الخائن لان شعب الفيلتروم بيسموه الخائن. وقتها بيتصدم جدا نولان لما بيعرف ان ساديوس ده
هو الخائن، لأن ساديوس كان أول واحد من الفيلتروم ينقلب على الفيلتروم نفسها ويقتل أرجل. وعلى فكرة يا صديقي، هو ده اللي أنا كنت متوقع إن هو اللي قتل أرجل. ومش بس كده، ده كمان عمل تحالف الكواكب عشان يضمن تدمير الفيلتروم للأبد. وبيقول ساديوس لنولان إنه عمل كده لأنه مش مؤمن بفكر أرجل ولا سراج من بعده، ومش مؤمن إن القوة ضد الشعوب التانية هي الحل. عشان كده قرر ينشق عن الفيلتروم ويوقفهم. وبيسأل بقى ساديوس نولان هل انشق هو التاني عن الفيلتروم. فبيعرفوا نولان انه انشق عن الفيلتروم لكنه مش هينضم لصف ساديوس ويحارب شعبه. بس نولان بيعرفه برضه انه هيساعده يجمع اسلحة عشان يكسب في الحرب، عشان يرد الجميل لألان لانه انقذه من السجن في الموسم اللي فات زي ما شفنا. فبيوافق ساديوس على كلام نولان، وبيقرر نولان ومعاه ألان وكمان معاهم تيليا انهم يطلعوا في رحلة عشان يجمعوا الأسلحة اللي ممكن تدمر الفلتروم زي ما قلنا. وعشان بقى نولان وألان وتيليا يقوموا بمهمتهم دي في جمع الأسلحة، بيكونوا محتاجين سفينة فضائية قوية يروحوا بيها في كل أنحاء المجرة ويطاردوا الأسلحة دي. وعشان كده بتاخدهم تيليا على أهم سفينة فضائية في تحالف الكواكب، واللي بيقودها قائد اسمه القبطان. ورغم إن السفينة قوية والطاقم اللي عليها قوي فعلا، إلا إن القبطان ده شخص غبي وفاشل جدا، بس محدش بيهتم بيه. وبيروحوا حاليا الكل باتجاه كوكب كده فيه سلاح عايزينه. طب ايه السلاح ده؟ السلاح ده يا صديقي عبارة عن مسدس كده بيمتلكه كائن فضائي اسمه سبيس ريس. وسبيس ريس هو كائن فضائي غريب بيركب موتوسيكل كده وبيطير بيه في الفضاء، وصنع مسدس من مئات السنين قادر يقتل أي حد من الفيلتروم. وعشان كده من 100 سنة بس نولان حارب سبيس ريس ودفنه هو وسلاحه في كوكب كده متجمد. وحاليا بقى بيروح نولان وألان للكوكب ده عشان يجيبوا المسدس بتاع سبيس ريس، وهم متخيلين ان سبيس ريس هيكون خلاص مات، ما هو اندفن هنا من 100 سنة كاملة. لكن المفاجأة ان سبيس ريس بيكون ما ماتش، واول ما بيوصلوا بيهاجمهم لكنهم بيهدوه وبيعتذر له نولان عن اللي عملوا فيه من سنين طويلة. وبيعرض ألان على سبيس ريس انه ينضم ليهم في حربهم ضد الفيلتروم. فبيوافق طبعا سبيس ريس لانه بيكره الفيلتروم جدا، وبكده يكون اول سلاح في ايد التحالف. تاني يوم بقى بيروح يجيبوا تاني سلاح من على كوكب من الكواكب، والسلاح ده بيكون عبارة عن حشرات كده شبه الخنافس ولكن عملاقة. طب لحظة واحدة، هي دي سلاح ازاي يا صديقي؟ اقول لك انا، فاكر الفيروس اللي انتشر في الفيلتروم وقتل كتير منهم؟ اهو الفيروس ده بيتصنع من الحشرات دي، وعشان كده حاليا نولان وآلان بياخدوا منها بحيث يصنعوا الفيروس ده. تالت بقى سلاح هي كائنات كده شبه الديناصورات، المفروض انها قوية وقادرة تدمر الفيلتروم وتحاربهم. فبيروحوا عشان ياخدوا منهم يحاربوا معاهم، بس بيلاقوهم كلهم ماتوا وكوكبهم اتدمر. وطبعا اللي عملوا كده هم الفيلتروم. فبيمشوا الكل من هنا وهم محبطين. بعدها بيروحوا الكل على كوكب تاني بيملكوا كائنات فضائية شبه الأسود، ومفروض إنهم جايين هنا عشان يسألوا عن واحد بس من الكائنات دي واسمه باتل بيست. وباتل بيست ده قوي جدا وسبق وشفناه في الموسم اللي فات لما هرب من السجن مع ألان ونولان. المهم إنهم حاليا لما بيروحوا كوكبه وبيسألوا عليه مش بيلاقوه، فبيقرروا يبقوا يدوروا عليه بعدين وبيسيبوا المكان وبيمشوا. تاني يوم بقى بيقرروا الكل انهم يروحوا على كوكب تاني فيه كائنات اسمها كائنات راجنر. ودي الكائنات اللي كانوا عاوزين نولان يوصل لهم، لكن ليه كوكبهم متدمر. او اكتشف بقى ان كوكب تاني ليهم المفروض ان كائنات راجنر دي عايشة فيه ولكن متجمدين. فبيروحوا نولان وألان للكوكب ده وبيجيبوا كام كائن من كائنات راجنر المتجمدين دول وبيكونوا ماشيين، لكن القبطان الغبي بيقرر يساعدهم فبيدمر التلج في الكوكب ده. وبالتالي الكائنات دي بتتحرر وبتبدأ تهجم على نولان وألان وحرفيا بيهربوا منهم بأعجوبة. ولما بيرجعوا للسفينة الفضائية الكل بيهزأ القبطان وبيعزلوه من قيادة السفينة وبيدوا القيادة لتيليا لأنها تستحقها. بعدها بقى بيروح الكل من جديد لساديوس وبيعرفوه بكل اللي عملوه. فبيفرح ساديوس انهم جمعوا اسلحة كتير، وبيسأل بقى نولان هل هيضم ابنه مارك ليهم لانه سلاح قوي ضد الفيلتروم. لكن نولان بيرفض. فبياخدوا بقى ساديوس يتكلم معاه لوحده، وبيعرفوا ساديوس انهم لازم يعملوا كل حاجة عشان يوقفوا الفيلتروم.
زي مثلا إن ساديوس حاليا بيصنع فيروس يدمر الفيلتروم زي الفيروس اللي صنعه زمان. مجرد ما بيقول ساديوس كده بيعرف نولان على طول إنه كان السبب في قتل كتير من الفيلتروم زمان بسبب انتشار الوباء أو الفيروس، فبيتجنن نولان من ساديوس وبيفضل يضرب فيه. لكن ساديوس مش بيرد له الضرب وبيوقفه وبيعرفه إن ده في صالح المجرة كلها، لأنهم لازم يقضوا على الفيلتروم ويوقفوا إجرامهم لو إيه حصل. وبيقتنع فعلا نولان بكلام ساديوس وبيقرر إنه هيضم ابنه مارك للجيش بتاعهم ده. على الناحية التانية بقى بنشوف إن كونكويست بيرجع من جديد للفيلتروم وبيقابله سراج بنفسه وبيعرفوا سراج إنه فشل في قتل مارك وأخوه أوليفر وإيف، وعشان كده لازم يكفر عن أخطائه دي بقتلهم. فبيوافق كونكويست على كلام سراج وبيقرر فعلا يعمل كده. دلوقتي بقى يا صديقي بنرجع للأرض وبنكون مع تايتان. لو مش فاكر مين تايتان ده، فده المفروض إن هو زعيم عصابة شفناه في المواسم اللي فاتت. المهم إن تايتان حاليا بيروح يقابل ماشين هيد، وماشين هيد ده زعيم عصابة برضه وضمن تحالف اسمه الفرقة، وبيطلب ماشين هيد من تايتان إنه ينضم للفرقة ويقسم فلوسه معاهم، وفي المقابل هم هيحموه. فبيستغرب تايتان وبيسأل ماشين هيد هيحموه من مين، فبيعرفوه إنهم هيحموه من العجوز لو اللي بيقدر يتحول لتنين، واللي بيكون تايتان فاكر إنه هزمه لأنه سبق وحاربه زمان مع مارك. لكن ماشين هيد بيعرفه إن لو لسه عايش وإن لو عاوز حماية ضده لازم ينضم للفرقة. بس تايتان بيرفض الكلام ده وبيقرر إنه هيستعين بمارك من جديد عشان يهزم لو، وبيسيب تايتان ماشين هيد وبيمشي. على الجانب الآخر يا صديقي بنشوف إن روبوت وحراس الأرض بيرجعوا مقرهم بعد القتال العنيف مع السكويد، وأول ما بيرجعوا بيدخل روبوت الحمام فبيلاقي نفسه تعبان وبيرجع واحد من كائنات السكويد اللي دخلت جوه جسمه من غير ما يحس، وبتكون هترتبط بيه تاني لحد ما بتيجي مونستر جيرل وبتقتل السكويد دي. وبيتكلم روبوت معاها بعد كده وبيعرفها ان الشر مش بينتهي ابدا وانهم لازم يقضوا على الشر للنهاية زي ما بقى مارك يعمل. وبتقتنع مونستر جيرل بكلامه وبيقرروا يعملوا كده فعلا. على الناحية التانية بقى بنشوف ان سيسيل يا صديقي بيستدعي مارك لمكتبه وبيتكلم معاه انه لازم ما يقتلش الاشرار وكده وانه لازم يرجع زي زمان. فبيقتنع مارك بكلامه شوية يعني، بس مش بيديله رد نهائي. بعدها بيروح مارك لإيف فبيلاقي إيف لسه تعبانة ومش قادرة تتحكم في قوتها، وبناء عليه بينصحها تروح لروبوت يدرسها ويشوف حل. فبتروح فعلا الروبوت اللي بيعرف إيف إنه هيدرس حالتها كويس قوي وهيعرف السبب إنها بدأت تفقد قوتها بالشكل ده. فبتشكره إيف وبتمشي. بعد شوية من كل ده بقى يا صديقي بنشوف إن تايتان بيمشي كده مع مراته وبنته الوحيدة لحد ما فجأة بيجي لهم شرير خارق وبيهجم عليهم. فبيهرب تايتان مراته وبنته وبيتقاتل مع الشرير ده اللي بيكون بعته له وبيقدر يهزمه. وبعد المعركة دي بيقرر تايتان إنه خلاص لازم يخلص على لو. فبيستدعي فعلا مارك، لكن مارك مش بيروح له لأنه مش فاضي. اللي بيروح له هو أوليفر. فبياخدوا تايتان وبيروحوا له عشان يحاربوه، وفعلا بيوصلوا الاتنين عند العجوز لو، إلا أول ما بيشوفهم بيتحول فورا لتنين وبيبدأ بقى يحاربهم في معركة من أقوى ما يكون، لدرجة إن أوليفر مش بيقدر عليه. فبيتصل بإيف وبيعرفها إنه محتاج مارك. فبتعرفوا إيف إنه لازم يصمد لأن مارك مشغول وشوية وهيجيله. طب لحظة واحدة، هو مارك مشغول في إيه بقى؟ بص يا سيدي، في عرق من الفضائيين اسمهم الفلاكسانس دول من وقت للتاني من أول موسم وهم بيحاولوا يحتلوا الأرض، بس مشكلتهم إنهم لما بيجوا الأرض بيلاقوا الزمن مشي بشكل مختلف، فبالتالي بيعجزوا بسرعة وبيموتوا. بس المرة دي بقى بيجوا للأرض وبيبدأوا يغزوها وياخدوا بشر كأسرى، وبيكونوا مش بيعجزوا بسبب إنهم صنعوا جهاز بيحافظ عليهم من الشيخوخة. وطبعا لما بيعرف سيسل بكل ده بيبعت روبوت وحراس الأرض ومعاهم مارك عشان يحاربوهم، وبيبدأوا مارك والكل يحاربوهم بمنتهى العنف. وفي نفس الوقت بيقرر روبوت ومونستر جيرل يعدوا من البوابة للبعد بتاع الفضائيين دول بحيث ينقذوا البشر اللي الفضائيين خدوهم كأسرى ونقلوهم من خلال البوابة دي للبعد بتاعهم. ولحد هنا كل حاجة تمام. اللي مش تمام بقى ان مارك والكل بيقدروا يلاقوا الجهاز اللي بيحافظ عليهم ضد الشيخوخة، وطبعا بيدمروا الجهاز ده. فبيبدأوا الفلاكسانس
يعجزوا ويموتوا، فبيهربوا من خلال البوابة للبعد بتاعهم. واحد من الفلاكسانس بيدمر البوابة دي تماما عشان مارك واللي معاه ما يقدروش يعدوا للبعد بتاعهم ويخلصوا عليهم، وبكده اتقفلت البوابة بين البعدين واتحبسوا روبوت ومونستر جيرل في البعد التاني ده بتاع الفلاكسانس، وما نعرفش هيرجعوا منه ازاي. بس الشيء الكويس حاليا ان خلاص خطر الفلاكسانس على الارض انتهى. وبما انه انتهى فبيروح بقى ماركو وبيساعد اوليفر وتايتان وبيهزموا لو اللي على طول بيهرب هو والمساعد بتاعه من المكان. وساعتها بيتجنن مارك على تايتان لانه عرض اخوه اوليفر للخطر، وبيفضل مارك يضرب في تايتان وبيكون هيقتله، لكن اوليفر بيوقفه وبيمشوا سوا من المكان. اما تايتان فبيستسلم للامر الواقع وبيروح لماشين هيد والفرقة وبينضم ليهم عشان يحموه من لو. وبيتفاجئ تايتان برضو ان لو جاي لهنا وبينضم هو كمان للفرقة عشان يحموه من تايتان. وبالشكل ده الاتنين خلاص اصبحوا اعضاء في نفس المنظمة الاجرامية وهنرتاح من مشاكلهم الكبيرة دي سوا. على الجانب الاخر بقى يا صديقي بنشوف ان ايف بتكتشف انها حامل، وبنعرف من هنا ان حملها من مارك ده هو السبب ان قوتها تضعف بالشكل ده. وبتقرر ايف انها مش هتعرف مارك حاليا بالموضوع ده وهتعرفه في الوقت المناسب انها حامل منه. دلوقتي بقى يا صديقي هنسيب كل ده ونروح لأعماق الجحيم عشان نشوف معركة من نوع تاني. في الجحيم حاليا بنشوف دايما الشيطان لو تفتكروا يعني هو واخته دومينا بيكونوا بيحاربوا حاليا واحدة من الشياطين قوية جدا جدا اسمها فولكانيكا. وبتقدر فولكانيكا تهزم دايمن وكل اللي معاه، ومش بس كده لا دي بتقتل اخته دومينا. وبتقول فولكانيكا لدايمن انها المرة اللي جاية هتقتل زعيمهم وهتنهي على العرق بتاعهم خالص، وهي وعرقها اللي اسمهم الارزل هيحتلوا الجحيم. المهم ان دلوقتي بقى بياخد دايمن اخته دومينا وبيروح لزعيمهم وبيطلب من الزعيم انه يعالج اخته ويرجعها للحياة، فبيوافق زعيمهم فعلا. وبيطلب بقى من دايمن انه يتصرف عشان يهزموا فولكانيكا. فبيفكر شوية دايمن وبيقرر يستدعي نولان عشان يحارب معاهم. ويا صديقي انت طبعا مش عارف دايمن ازاي هيستدعي نولان. بكل بساطة دايمن زمان في الموسم الاول كان عايش على الارض وكان محقق وكان بيحقق في موضوع نولان وقتله الحراس الارض، وعشان كده احتفظ بعينة من دم نولان وحاليا بيقرر يستدعيه. وبيعمل دايما التعويذة بتاعته عشان يستدعي نولان، لكن نولان مش بيجي، اللي بيجي هو مارك. وبيعرف دايما ان مارك هو اللي جه مكان نولان لان دم مارك هو دم نولان، ولان مارك هو اللي موجود على الارض فالاستدعاء جابه لهنا. المهم بقى يا صديقي ان دايما والزعيم بيقعدوا حاليا مع مارك وبيعرفوه ان من زمان المفروض ان الزعيم كان بيحكم العالم السفلي وكان حابس كائنات اسمها الأرازل عشان يحمي دايمن وباقي عرقه منهم وعشان يحمي البشر كمان منهم، لأن الأرزل هدفهم يحتلوا الأرض بعد ما يدمروا الزعيم وأعوانه في الجحيم. وبيطلبوا بقى حاليا من مارك إنه يساعدهم يدمروا الأرزل وقائدتهم القوية جدا فولكانيكا عشان يحموا الجحيم وكمان يحموا الأرض. فبيوافق مارك وبتكون أول خطوة في الحرب دي إنهم يجيبوا التاج بتاع الزعيم عشان يستعيد قوته. فبيوافق مارك وبيروح هو ودايمن يجيبوا تاج الزعيم اللي بيكون موجود في حماية واحدة من الأرزل، عبارة عن وحش كده ليه 3 رؤوس. فبيفضل مارك يتقاتل مع الوحش ده وبصعوبة بيقدر يهزمه وبياخد التاج هو ودايمن وبيرجعوه حاليا للزعيم. وبمجرد ما بيرجع التاج للزعيم بترجع قوته الكبيرة، فبياخد أعوانه اللي منهم دايمن ومارك وبيروحوا الفولكانيكا وجيشها وبيحاربوهم في معركة قوية جدا، وضربة يمين على ضربة شمال بيقدروا الزعيم ورجالته يدمروا جيش فولكانيكا. وبيقدر مارك نفسه يقتل فولكانيكا وبينتهي الخطر أخيرا وبيرجع الزعيم يحكم الجحيم من تاني. وحاليا بيقرر مارك يرجع بقى للأرض وبيقرر ديمن يروح معاه لأنه كان عايش على الأرض أصلا زي ما قلنا قبل كده. وقبل ما يمشي دايمن بيودع أخته دومينا اللي بقت كويسة حاليا وبيرجع هو ومارك للأرض وكل واحد بيروح في طريقه. بيروح مارك حاليا بقى لأمه وبيقعد هو وأوليفر معاها وبتعرفهم أمهم ديبي حاليا إنها ناوية تبيع بيتها وبول خطيبها هيبيع بيته وهيشتروا بيت حلو كده يقعدوا فيه. فبيتضايق مارك
إنه هيسيب البيت اللي اتربى فيه، بس بيوافق على كلام أمه. بعدها بيروح يقعد مع إيف، وساعتها بتكون إيف هتقول له على إنها حامل، بس قبل ما تعمل كده فجأة بيوصلوا ألان ونولان للمكان، وطبعا بيتصدم مارك وما بيكونش فاهم أي حاجة. المهم بقى إن مارك بيتكلم مع أبوه نولان، وبيعرفوا نولان إنه عارف إن بينهم مشاكل كتير، لكن لازم يحطوا المشاكل دي على جنب ويتحدوا سوا مع تحالف الكواكب عشان يقضوا على خطر الفيلتروم للأبد. فبيفكر مارك شوية في كلام نولان وبيشوف إنه صح، فبيقرر فعلا ينضم ليه هو وألان وتحالف الكواكب ضد شعب الفيلتروم. بعد كده بيروح نولان لألان وبيطلب من ألان إنه يروح ويستدعي زوي، ودي بطلة خارقة برضو هتنضم ليهم ضد الفيلتروم. فبيوافق فعلا ألان وبينطلق في طريقه. أما بقى نولان فبيقرر يروح لمراته ديبي ويعتذر لها على كل اللي عمله. ففعلا بيدخل نولان لديبي عشان يتكلم معاها، لكن ديبي بمجرد ما شافته بتفتكر كل اللي نولان عمله، وطبعا مش بتتقبل أسفه أبدا. فبيسيبها نولان وهو حزين وبيروح لصديقه آرت صانع بدل الأبطال، وبيقعد نولان مع آرت يتكلموا ويستعيدوا الذكريات. بعد كده نولان بيطلب من آرت يصنع له بدلة زي زمان، بس آرت بيرفض تماما لأنه ما بيصنعش البدل غير للأبطال اللي يستحقوها. فبيتضايق نولان لكنه ما بيعملش حاجة لآرت وبيتفهم كلامه وبيسيبه وبيمشي. على الجانب الآخر بقى بنشوف إن ألان بيروح يقابل البنت اللي اسمها زوي، واللي بتكون بطلة خارقة زي ما قلنا، وبتلبس بدلة كده من صنع أبوها، والبدلة دي بتطلق أشعة قوية جدا جدا قادرة إنها تضعف الفيلتروم وممكن تقتلهم. وعشان كده بيعرض ألان على زوي إنها تنضم ليه، فبتوافق زوي بعد ما أبوها بيوافق، وبكده يكون الفريق اكتمل. تاني يوم بقى بيقرر مارك إنه يروح مع أبوه نولان، وبيقرر أوليفر إنه يروح معاهم برضه عشان يشارك في الحرب ضد الفيلتروم. وبياخدوا مارك وأوليفر بعضهم وبيركبوا السفينة الفضائية مع نولان وتيليا وألان والكل. وبيتضايق نولان إن مارك جاب أوليفر معاه، بس مارك بيعرفه إن أوليفر ما بقاش طفل أبدا ولازم يشارك معاهم، وإنه سبق وحارب ضد كونكويست وأثبت إنه قوي ويعتمد عليه. فبيقتنع نولان بكلام مارك وبيقرر يضم أوليفر ليهم في الحرب دي. وبس يا سيدي بيخلصوا كل الكلام وبينطلقوا في طريقهم بقى لكوكب تحالف الكواكب عشان يقابلوا ساديوس ويشوفوا هيحاربوا الفيلتروم ازاي وامتى بالظبط. لكن يا صديقي رحلتهم مش بتكون سهلة أو هينة، لأن فجأة وسط ما هم ماشيين بالسفينة بيحصل عليهم هجوم. فبيخرجوا بقى ألان وزوي ومارك وأوليفر ونولان من السفينة عشان يشوفوا في ايه. وفجأة بيلاقوا قدامهم كونكويست واتنين من الفيلتروم ومعاهم جيش ضخم. وطبعا يا عزيزي انت هتسألني دلوقتي الجيش ده جابوه الفيلتروم منين وهم عددهم قليل جدا. احب اقول لك ان الجيش ده جابوه من الشعوب اللي استعبدوها واجبروهم يحاربوا لصالحهم. المهم ان حاليا ماركو نولان والكل بيفضلوا يتقاتلوا مع كونكويست والفيلتروم وكمان الجيش في معركة صعبة جدا ومش سهلة ابدا. وسط كل ده بيلاقي نولان ان ابنه اوليفر هيموت، فبيقول لاوليفر يروح لكوكب كده يستخبى فيه. فبيطير اوليفر ناحية الكوكب ده، وساعتها بيشوفه كونكويست فبيجري وراه عشان يقتله. لكن لحسن الحظ ان مارك كمان بيشوفه فبيجري ورا كونكويست وبينزلوا سوا الكوكب ده وبيفضلوا يضربوا في بعض في معركة طاحنة. وبيقدر مارك انه يخنق كونكويست، وساعتها كونكويست بيتجنن وحرفيا بيطعن مارك في بطنه وبيبدأ يخرج أحشائه في مشهد دموي جدا. لكن مارك رغم إصابته مش بينهار وبيفضل يخنق في كونكويست لحد ما أخيرا بيقتله. وبعدها بيقع مارك مغمى عليه وبينزلوا نولان وأوليفر للكوكب ده عشان يدوروا على مارك. أما بقى ألان وزوي فبيفضلوا في الفضاء يتقاتلوا مع الاتنين التانيين اللي من الفيلتروم، وكمان بيتقاتلوا مع جيشهم، بس بيلاقوها حرب خسرانة فبيقرروا يهربوا. لكنهم مش بيرجعوا على السفينة بتاعتهم، بل بيستخبوا الاتنين جوه سفينة الفيلتروم نفسها وبيهربوا فيها من المكان خالص. في الشهور بقى يا صديقي اللي بعد كده بيبدأ تحالف الكواكب حرب كبيرة ضد الفيلتروم في كل الكواكب اللي هم محتلينها، والفيلتروم برضو بيبدأوا حرب كبيرة هم التانيين، بس التفوق بيكون دايما للتحالف اللي عمالين يحرروا كوكب ورا التاني. وكل الأخبار دي بيكونوا ألان وزوي بيعرفوها بسهولة لأنهم أصلا في سفينة تبع الفيلتروم، وبيعرفوا إن السفينة دي
رايحة تحارب التحالف، فبيلاقوها فرصة. ولما السفينة بتقرب لجيش التحالف بيخرجوا ألان وزوي من السفينة وبيهربوا، بس الاتنين اللي من الفيلتروم بيجوا وراهم. وساعتها بيقول ألان لزوي تهرب، وهو بيقرر يضحي بنفسه عشان ينقذها، وبيتقاتل مع الفيلتروم دول بمنتهى العنف، لكنهم بيكونوا هيتغلبوا عليه. لكن بترجع له حاليا زوي ومعاه سبيس ريس وبيساعدوه، وبيطلع سبيس ريس مسدسه وبيقتل بيه واحد من الفيلتروم، فالتاني على طول بيهرب من المكان. واخيرا بيرجعوا ألان وزوي لتحالف الكواكب وبيقابلوا ساديوس اللي بيعرفهم ان مارك ونولان واوليفر محدش فيهم رجع. وساعتها بيقلق ألان جدا انهم يكونوا ماتوا. طب لحظة واحدة، هو مارك وأوليفر ونولان فين دلوقتي؟ أحب أقولك يا صديقي إنهم لسه على الكوكب اللي هم فيه، ومعاهم مارك اللي مصاب جدا وفي غيبوبة، فبيفضلوا نولان وأوليفر يعالجوه. وفي الفترة دي بيقربوا نولان وأوليفر لبعض وبيتخطوا كل خلافاتهم، وبيفضل كمان نولان يدرب أوليفر طول الوقت حرفيا عشان يكون قوي. وبعد كام شهر من كل ده بيفوق مارك وبيكون بخير، فبياخدوه أوليفر ونولان عشان يرجعوا للتحالف. على ذكر التحالف بقى، فتعال نروح لسراج اللي دلوقتي كان قاعد مع كريج، وبيعرفوا كريج إن التحالف عمال ياخد كواكب من إمبراطورية الفيلتروم، وده بقى بيجنن سراج. فبيقرر قرار مجنون، وهو إنه هيروح للكوكب اللي فيه التحالف ويدمره. وفعلا بياخد سراج جيش قوي جدا وبيروحوا يحاربوا الكوكب بتاع التحالف. وبيشارك ساديوس وآلان وتيليا وزوي وسبيس ريس وكمان باتل بيست اللي انضم للتحالف أخيرا، وبيفضلوا يحاربوا الفيلتروم. بس الفيلتروم فعليا بيدمروا الكوكب بالكامل وبيكونوا هيخلصوا على الكل، لولا ان نولان ومارك وأوليفر بيجوا في الوقت المناسب وبيفضلوا يحاربوا كتف في كتف مع التحالف. وساعتها بقى الفيلتروم بيتهزموا وبيهربوا، لكن بعد ما دمروا الكوكب بالكامل. دلوقتي بقى يا صديقي قبل ما اكمل لك حصل ايه، تعال نرجع شوية للماضي عشان نعرف حاجة مهمة عن ساديوس. فبنرجع بقى للماضي وبنشوف ان الفيلتروم في وقت ما كانوا محتلين كوكب كده، لكن شعب الكوكب دول كانوا بيقاوموا وبيحاربوا. وساعتها أرجل قائد الفيلتروم وقتها قال انهم لازم يخلصوا على كل الشعب ده عشان يبطلوا يقاوموهم. لكن ساديوس كان شايف ان دي دموية وانهم مفروض ما يعملوش كده، وبسبب كده طبعا أرجل غضب على ساديوس وقرر يقتله. فقدر ساديوس يخلص عليه ويهرب، وساعتها بيسراج المجنون هو زعيم الفيلتروم وحولهم لشعب أعنف، لدرجة إنه خلاهم يقتلوا بعض عشان اللي يتبقى منهم هم الأقوياء بس زي ما قلنا. وبس على النقطة دي بتنتهي ذكريات الماضي وبنرجع للوقت الحالي، وبنشوف بقى يا صديقي إن بعد اللي حصل في كوكب التحالف بيقرر ساديوس قرار مجنون شوية، وهو إنه يروح يحارب الفيلتروم في كوكبهم ويدمرهم. ورغم إن الحل ده مجنون، بس الكل بيكونوا شايفين إن ده الصح، فبالتالي بيدعموه في الحرب دي. وعلى طول بيتحركوا بقى مارك وساديوس وألان وزوي وباتل بيست ونولان وأوليفر وغيرهم على كوكب الفيلتروم عشان الحرب دي. ولما بيوصلوا الكل قريب من كوكب الفيلتروم بيلاقوا سراج والباقيين من الفيلتروم في انتظارهم، وبتبدأ في الحال معركة قوية جدا جدا بين الكل، والكل بيفضلوا يضربوا في بعض بدون رحمة، لدرجة انت مش عارف مين بيضرب في مين. وسط كل اللي بيحصل ده بيضرب سراج نولان وبيرميه جوه كوكب الفيلتروم، وبيروح سراج ورا نولان وبيتكلم معاه وبيقول له انه مش عايز يقتله، وانه عايزه يرجع وينضم للفيلتروم هو وابنه مارك لانه قوي زيه. لكن نولان طبعا بيرفض العرض ده تماما، وبيعرض على سراج انه يستسلم هو والفيلتروم ويبطلوا يحاربوا الناس بدون سبب ويحتلوا الكواكب بدون سبب، وساعتها محدش هيقتلهم. فبيضحك سراج وبيعرفوا ان محدش يقدر يخلص على الفيلتروم. وبيرجعوا بقى سراج ونولان للمعركة من جديد في الفضاء. ووسط المعركة دي بيلاقي ساديوس انهم خلاص هيتهزموا، فبيأمر سبيس ريس انه يضرب من مسدسه على الكوكب. وبيحافظوا نولان وماركو ساديوس على القذيفة اللي ضربها سبيس ريس وبيوصلوها لكوكب الفيلتروم بأمان. والقذيفة الواحدة دي بتدمر الكوكب كله بمعنى الكلمة. ولما بيشوف سراج ان الكوكب اتدمر بيجن جنونه حرفيا وبيروح لساديوس، ومن غير ما يفكر مرتين بيقطع راسه وبيقتله في مشهد بشع. بعدها بيضرب سراج أوليفر وبيصيبه إصابات خطيرة
ومش بيكتفي بكده، ده بيضرب نولان ومارك وبيسيبهم وبيكون هيقتلهم، لكنه بيرجع في قراره عشان شايف انهم من الفيلتروم وما ينفعش يقتل اكتر من كده من الجنس بتاعه اللي خلاص بينتهي. فبيسيبهم في الفضاء وبيهرب سراج والباقيين من الفيلتروم ومحدش يعرف مكانهم فين من وقتها. اما بقى نولان واوليفر ومارك فبيقدر ألان يلاقيهم وبياخدهم في سفينته. وبعد وقت مش طويل بيفوق مارك وبيجيله ألان وبياخده لأبوه نولان اللي بيكون فاق هو كمان وبقى كويس، وبيروحوا الاتنين يطمنوا على أوليفر اللي موجود جوه جهاز غريب كده عشان يتعالج. وبعد ما اطمنوا الكل على بعض وإنهم بخير بيتجمعوا مع ألان اللي حاليا أصبح قائد التحالف مكان ساديوس اللي مات. وبيقول لهم ألان دلوقتي إن الباقيين من الفيلتروم هربوا، لكنهم بيدوروا عليهم عشان يخلصوا عليهم نهائي وينهوا بقى الجنس بتاع الفيلتروم ده خالص. فبيقرروا نولان ومارك ينضموا ليهم، وهنشوف بقى هيعملوا ايه. بعد كده بقى يا صديقي بنشوف ان مارك بيقعد مع نفسه وبيفضل يتصور ان الفيلتروم اكيد حاليا في الارض عشان يدمروها ويردوا لمارك وابوه نولان اللي عملوه زي ما دمروا كوكبهم. وبيفضل مارك خايف جدا وهو عمال يتصور الفيلتروم لو في الارض هيكونوا بيدمروها ازاي. وبناء بقى على كل ده بيقرر مارك والكل يروحوا على الارض بحيث يطمنوا ان الفيلتروم ما راحوش على هناك. وبيفضلوا بقى نولان ومارك قاعدين سوا يفكروا هيعملوا ايه لو الفيلتروم وصلوا للارض وبدأوا يدمروها، وطبعا بيكون الخوف هو سيد الموقف. اما بقى ألان فبنشوف حاليا انه خايف ومتوتر هو كمان، ولكن لسبب مختلف، وهو انه خلاص بقى زعيم تحالف الكواكب وخايف من المسؤولية الكبيرة دي اللي ساديوس مات وسابها له. بس تيليا مراته بتفضل تهديه لأنه قريب قوي المفروض هيتكلم مع زعماء تحالف الكواكب وهيعمل معاهم اجتماع، ولازم يكون واثق من نفسه كده لأنه بقى قائدهم كلهم. فبيوافق ألان على كلام تيليا وبيقرر يهدى كده عشان الاجتماع الأول ليه. بعد وقت مش طويل من كل ده بتوصل فعلا السفينة بالكل على الأرض. فبيسيب مارك السفينة وبينزل للأرض بسرعة عشان يشوف الفيلتروم وصلوا لهنا ولا لأ. وبينزلوا نولان وزوي كمان للأرض، والحمد لله بيلاقوا كل حاجة بخير. وده بيهدي مارك شوية، اللي أول حاجة بيعملها إنه بيروح يطمن على أمه ديبي. وأثناء ما كان مارك مع ديبي بيتفاجئ حاليا بسراج داخل عليهم وبيمسك ديبي وبيقتلها في مشهد بشع. لكن مارك بيفوق من كل ده وبتطلع دي مجرد تخيلات، بس دي بتعبر عن مدى خوف مارك من الفيلتروم واللي ممكن يعملوه لو جم الأرض. المهم بقى إن مارك بيتكلم مع ديبي وبيعرفها كل اللي حصل، وبيعرفها إن أخوه أوليفر مصاب جدا وعشان كده سابوه في الفضاء مع ألان والكل بحيث يتعالج. وبيعرفها مارك إن أبوه نولان جه معاه الأرض. فبتروح ديبي حاليا تتكلم مع نولان وكالعادة بتفضل تلومه على كل الدمار اللي حصل واللي كان هو السبب فيه. وقتها بيتضايق نولان لكنه ما بيردش على ديبي وبيسيبها وبيمشي. بس قبل ما يمشي بيعرفها بس انه اتغير فعلا وانها لازم تديله فرصة. على الجانب الاخر بنشوف ان مارك بيروح يزور ايف وبتعرفه ايف حاليا ان قوتها الخارقة رجعت ليها، وقدام هنفهم قوة ايف رجعت لها ازاي. تاني يوم بقى بنشوف ان مارك بيروح مع ايف واصحابه للجامعة، واثناء ما كان مارك في الجامعة فجأة بيتخيل ان الفيلتروم وصلوا للجامعة ودمروا كل حاجة فيها وقتلوا كل الموجودين. لكنه بسرعة بيفوق من الحالة دي وبيدرك إنها تخيلات مش أكتر. وفي الليل بيقعد مارك مع إيف وبيفضل يتخيل برضو إن سراج بيهجم عليهم وبيقتل إيف قدامه، لكنه بسرعة بيفوق من التخيلات دي. بعدها بقى إيف بتقول لمارك إن قوتها الخارقة كان حصل فيها مشاكل بسبب إن جسمها كان بيمر بتغيرات لأنها كانت حامل. وبتعرفوا إيف إنها اضطرت تنزل الطفل ده لما هو سافر للفضاء عشان يحارب الفيلتروم، لأن بكل بساطة ما كانتش تعرف هو هيرجع تاني ولا لأ، وهل هتضطر تربي الطفل لوحدها ولا لأ. فنزلته. طبعا بيتضايق مارك من كلام إيف ده وبيفضل يواسيها وبيعرفها إنه مش هيبعد عنها تاني. في نفس الوقت ده بنشوف إن نولان بيروح يقابل سيسل اللي بيكون مبسوط قوي إن نولان موجود على الأرض، وبيطلب سيسل من نولان إنه يسيب الأرض ويبقى بس يتواصل معاه ويعرفه عمل ايه هو وتحالف الكواكب مع الفيلتروم. فبيوافق فعلا نولان وبيقرر انه هيمشي من الارض. فاول حاجة بيعملها انه بيروح يودع مارك اللي هيسيبه هنا
تحسبا لوصول الفيلتروم للأرض في أي وقت. المهم بقى يا صديقي إن قبل ما نولان يمشي بتجيله ديبي وبتعرفه إنها هتروح معاه للفضاء عشان عايزة تطمن على أوليفر. فبيوافق نولان وبياخدها وبيطير بيها للفضاء، وبالتحديد للسفينة اللي فيها أوليفر والكل. وبنشوف كده إن نولان وديبي بيرجعوا يقربوا من بعض تاني، وبيكون واضح إنهم هيرجعوا لبعض. على العموم بنسيبهم بقى في الفضاء سوا وبنرجع من جديد للأرض. وبنشوف حاليا يا صديقي إن مارك بيروح يقابل سيسل عشان يشوفوا هيعملوا إيه سوا في موضوع الفيلتروم ده. لكننا بنشوف إن مارك بيكون تعبان وبيفضل يتخيل إن الفيلتروم بيوصلوا للأرض وبيقتلوا سيسل قدامه. وبياخد سيسل باله من حالة مارك وتوتره الكبير ده، فبينهي اللقاء معاه على أمل إنهم يتقابلوا بعد كام يوم لما مارك يكون كويس. على العموم بعد كده بيروح مارك يقابل إيف، وبتشوف إيف إنه تعبان بسبب كل التخيلات اللي عمال يتخيلها دي بوصول الفيلتروم وكده. فبتقول له إيف إنه لازم يغير جو، وبتنصحه حاليا إنه يطير حوالين كوكب الأرض ويحاول كده يفك شوية. فبيوافق فعلا مارك وبيفضل يطير في كل مكان في الأرض لحد ما فجأة بيلاقي سراج قدامه، والمرة دي بيكون سراج بجد مش تخيلات. المهم بقى يا صديقي إن سراج بيتكلم مع مارك وبيعرفه الآتي: عرق الفيلتروم شبه اتدمر ومش باقي منه غير 37 شخص بس، وعشان كده سراج اكتفى من الحرب وجه هو وباقي الفيلتروم للأرض واندمجوا مع سكان الأرض وعملوا نفسهم منهم. وبيقول سراج لمارك إن هو والفيلتروم الباقيين مش هيدمروا الأرض ولا هيتدخلوا في أي أحداث على الأرض، هما بس هيعيشوا هنا مع البشر أكنهم منهم وهيتجوزوا منهم عشان يبنوا عرقهم من جديد. ومن الآخر بيعرض سراج على مارك هدنة، مش هيتحاربوا، وسراج والفيلتروم هيقعدوا على الأرض ويتجوزوا من البشر ويخلفوا جيل جديد من الفيلتروم عشان يعوضوا الخسائر عندهم. وبالشكل ده الكل هيطلعوا كسبانين. لكن لو مارك رفض إنهم يعيشوا على الأرض فكده سراج وباقي الفيلتروم هيدمروا الأرض ويقتلوا مليارات البشر. وبيقول سراج لمارك: ليك حرية الاختيار. فبيفكر مارك وبيفضل يتخيل إنه لو رفض سراج والفيلتروم هيدمروا الأرض كلها ويقتلوا كل اللي فيها. وعشان كده بيقرر مارك القرار الصعب، لأنه بيقرر يوافق على شروط سراج وكل كلامه، وبيتفقوا سوا. فبيسيبوا سراج وبيمشي عشان يبدأ يستقر هو والفيلتروم على الأرض. وهنشوف بقى في الموسم الجديد لما يتم إنتاجه إن شاء الله إيه اللي هيحصل. آخر حاجة بقى بنشوفها هي ألان وهو بيتجمع أول اجتماع مع زعماء تحالف الكواكب، اللي بيفضلوا يقولوا لألان إنهم لازم يدوروا على كل الفيلتروم ويقتلوهم، وكمان يقتلوا ماركو نولان وأوليفر لأنهم من الفيلتروم وممكن يعملوا نفس الجرائم بتاعتهم. بس ألان بيرفض كل الكلام ده بشدة وبيقول إنه مش هيقتل نولان وعياله لو إيه حصل. وبينهي الاجتماع مع زعماء التحالف على كده. بعدها بنشوف إن تيليا بتجيب لألان دلوقتي فيديو مسجل كده كان ساديوس سايبه لألان في حالة إنه مات. فبيفتح ألان الفيديو ده وبيلاقي ساديوس بيقول له فيه إنه شايل جرعات كبيرة من الفيروس اللي صنعه زمان واللي كان هيقضي على الفيلتروم. وبيعرف ساديوس ألان إنه لازم يستخدم الفيروس ده ويدمر كل الفيلتروم الباقيين. لكن ساديوس بيحذر ألان إن الفيروس ده خطير وممكن يقتل البشر زي ما بيقتل الفيلتروم، فلازم يكون حريص في استخدامه. ولسه بقى ما نعرفش يا صديقي ألان هيعمل إيه لما يعرف إن الفيلتروم على الأرض. هل هيطلق الفيروس ده اللي ممكن يقتل الفيلتروم والبشر على حد سواء، ولا هيعمل إيه وقتها؟ ده اللي هنعرفه في ملخص الموسم القادم لما يتم إنتاجه إن شاء الله. مارك في الموسم ده ما بقاش الشاب المثالي بتاع زمان. التجارب خلته شخص حزين وحازم في نفسه وعنده استعداد يقتل الأشرار عشان ينقذ الكوكب ده، حتى إنه ساب الشغل مع سيسل والحكومة نهائيا بعد ما سيسل حاول يقتله، وبقى يشتغل لحسابه بمقابل مادي هو وإيف. ومارك أثبت وحشيته الجديدة لما قتل رائد الفضاء راس عشان يمنع كائنات السكويد من السيطرة عليه تاني، وده خلى الكل يخاف إنه يتحول ويبقى زي أبوه نولان. وبعدها الأحداث بتاخدنا لحرب الفيلتروم الطاحنة، تحالف الكواكب بقيادة ساديوس اللي طلع إنه أصلا من الفيلتروم بس منشق عنهم. بيجمعوا أسلحة وفريق مرعب عشان ينهوا الخطر ده للأبد.
ساديوس بياخد قرار مجنون إنهم يهاجموا كوكب الفيلتروم نفسه، وبنشوف معركة أسطورية في الفضاء بتنتهي إن الكوكب بيتدمر بالكامل بقذيفة من مسدس سبيس ريس. بس سراج زعيم الفيلتروم المجنون ما بيسكتش وبيطير رقبة ساديوس في مشهد بشع، وبيهرب هو واللي فاضل من شعبه. وعلى الأرض مارك كان عايش في رعب وتخيلات إن الفيلتروم هيجوا يدمروا الكوكب ويقتلوا كل اللي بيحبهم. وهنا بتحصل الصدمة الأكبر. سراج بيظهر لمارك على الأرض، بس مش علشان يحاربه. سراج بيعرض عليه هدنة. الفيلتروم بيو 37 شخص بس، وعشان كده سراج قرر إنهم هيعيشوا وسط البشر، يتجوزوا منهم ويخلفوا عشان يعيدوا بناء نسلهم، ومقابل ده مش هيدمروا الأرض. ومارك عشان ينقذ مليارات البشر من الإبادة بيضطر يوافق على العرض المرعب ده. بس اللعبة لسه ما خلصتش. ألان الفضائي اللي مسك قيادة تحالف الكواكب بعد ساديوس بيكتشف رسالة من ساديوس سايب له فيها فيروس بيقضي على الفيلتروم. الكارثة إن الفيروس ده ممكن يقتل البشر كمان بنفس الطريقة. لكن هل ألان هيضحي بسكان الأرض كلهم عشان يخلص من الفيلتروم المستخبيين وسطهم؟ ده اللي هيخلينا قاعدين على أعصابنا للموسم اللي جاي. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.